السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا غاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل شوية كشري مصري كده، حاجة كده فاخر من الآخر. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة غسلت العدس أبو جبة، وحطيت له مية وحطيت له ملح وكمون، وبعد كده نقلته على عين واطية. وبعد كده هنجيب بقى حلة أو صينية أو أي حاجة، ونحط فيها زيت، وننزل بالبصل بتاعنا ونحط له شوية ملح. وبعد كده اما يتحمر هنشيله، وننزل بالشعريه بتاعتنا وما تتحمر. ننزل بقى بالعدس بعد ما اتسلق بالميه بتاعته. الميه بتاعته ده هي دي السر بتاع اللون بتاع الرز. اللي لما بيكون بني كده عند بتوع الكشري بتلاقي الرز لونه بني كده. بس كده. وبعد كده ننزل بالرز بتاعنا ونحط له الميه بتاعته ونظبط الملح. وحطيت له 7 بهارات، وحطيت له كمان ملح وكمون بس وخلاص. وبعد كده اول ما اتشرب وطيت عليه النار وسبته بقى مع نفسه. وهنا حطيت ميه على النار فيها ملح وزيت. وبعد كده سلقت المكرونه، نوعين مكرونه اي نوعين انت عايزاهم، بس طبعا لازم الاسباجيتي يعني. بس. وبعد كده بعد ما اتسلقت شطفتها بشويه ميه، وبعد كده حطيت في حله شويه زيت. وبعد كده نزلت بالمكرونه بتاعتي. بصوا بتقلبيها كده في الزيت بيكون فيها لمعه، وبحطيت لها ملح وفلفل. تعالوا بقى نعمل شويه الصلصه بقى اللي ملهمش حل. حطينا شويه زيت. ننزل بقى ببصلايه صغنططه كده متقطعه زغنطط. وبعد كده ننزل بمعلقه توم كبيره. وبعد كده هنقلب. وبعد كده هننزل بمعلقه كزبره ناشفه. وهنقلب لغايه ما البصل بتاعنا يحمر يكون لونه ذهبي فاتح. بس كده. هحط معلقتين خل كبار ونسيبهم شويه. وبعد كده ننزل بقى بشفشق طماطم معصور زي ما انتم شايفين كده. ننزل بقى بالبهارات بتاعتنا ملح وكمون وكزبره ناشفه وشويه سكر. بس كده. ونسيبها بقى لغايه ما تستوي معانا وتطلع الزيت بتاعها على الوش. تعالوا بقى نعمل شويه الشطه بقى بتوع المحلات الكشري. بتجيبي بقى معلقتين شطه في طبق، وتاخدي من الصلصه دي اللي انت عملتيها، وتقلبي الشطه. ودي بقى بتكون شطه خطيره، بس خلي بالك ربع معلقه منها بتشطشط لك الطبق. وده شكله بقى معانا. الرز مفلفل وجميل، وكمان المكرونه مفلفله وجميله. وشايفين لون الرز بني وحلو ازاي. وهنحط بقى المكرونه. انا عندنا هنا بيحبوا المكرونه اكتر من الرز، وبيحبوا البصل. يعني في حد واحد بس بيحب البصل، مش عندي كله بيحب البصل بس. وحطيت الصلصه كده. يا حلاوتك يا جمالك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى تعملي لي لايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. باي باي.